كم بقى؟ تايب 2. تايب 2. طب وانا رقم كام؟ معرفش. ليه مش تعرفي؟ لا مش انتوا ناس عندكم خبره كده تقدروا تشوفوا الموضوع كده بتسحروا انتوا صح يا جماعه؟ بعمل لك جلستين 3 4. طيب ماشي، انت تايب 2 ماشي. انا تايب 2. طب كلميني عن تايب 2 ده بقى. هقول لك بقى، ده كان مأساة. يا نهار ابيض. في 3 تايب يا جماعه، اللي هيسمع اللي هيحصل دلوقتي يبقى هو تايب 2. انا هقول لك ال9 دول متقسمين 3 و3 و3. 3 الشعور اللي مسيطر عليهم في الحياه الغضب، و3 الشعور اللي مسيطر عليهم في الحياه الحزن، و3 الشعور اللي مسيطر عليهم في الحياه الخوف. انت مين اللي بيسوقك؟ لا انت تكلمي عن نفسك. شفت بقى بدأنا اهو لايف كوتش اشتغل عليا اهو. طيب خوف ولا حزن ولا غضب؟ بالنسبه لي انا يعني انت ما قلتيش انت تايب 2، ما قلتيش انت انهي واحد بيسيطر. عشان دي احنا واقفين عندها. بس انا طب انا هقول لك على حاجه. اتفضلي. انت يا حزن يا غضب، مش خوف. لا ما هو عشان انا شخصيه جريئه يعني بتخش في الحاجه تشتغل عليها حتى ما بتفكرش، فمش خوف. تمام. اكيد يبقى اول حته انا قلتها صح. يا جماعه بص، انا بخاف من الاعداد دي والله العظيم بخاف من انا. سادس يعني ولا انجر؟ يعني ممكن لا انا انفعالي، فممكن الغضب. متاكد؟ والله صدقيني ممكن يبقى الحزن في فترات في مراحل تانية من العمر. بس يعني انت اكتر ازمه مريت بيها في حياتك حسيت فيها بانجر ولا بسادنس، بحزن ولا بغضب؟ لا صدقيني انا شخصيا انفعاليه جدا ومودي وبتقلب على طول، فانا الغضب هو الغضب. تمام. يبقى انت من ال3 اللي بيغضبوا. انا بقى من ال3 اللي بيحزنوا. اللي هو تحصل ازمه يتاثر قوي. ابص للماضي. تمام. مأساويات. ده انا اصلا لسه كنت عامل فيديو قلت للناس اللي يبص ورا ده بيغلط يعني، مش انا بقى. شفتي اهو انا جاوبت صح. لا احنا ربنا اللي خلقنا كده. مش بمزاجنا. ما هو ربنا بس بيقول انت بتهذب نفسك. بتحسن منها. بتطورها، بتبقى النسخه الاحسن. طب والغضب ده والنبي بيعمل ايه بقى والنبي معلش ما لما نشوف انت مين في التلاته. ما انا غضب اهو. طب ماشي اسالي. يلا اسالي. ده انا خفت على نفسي يا اولاد. انا خفت على نفسي. هقول لك بقى الغضب فيه 3 بيغضبوا. طب ماشي. تمام. في واحد اللي هو بيحب كل حاجه مظبوطه ده، ويقعد المنظم المدقق المفحص. ايوه البرفكشنست ده. ده تايب 1. ده تايب 1 مش عايز غلط. الكمبيوتر ده معوج لازم يعدله. ده في تابلو زي الفيلم بتاع احمد عز يا مساعد. ايوه بالظبط. أيوة. ده تايب 1. تمام. اوكي. والانجر بتاعه يطلع على طول لو لقى حاجه مش صح. تمام. في تايب 9 جواه انجر فظيع، ولكن كده ما يطلعوش. ما يحبش يطلع ده. الحقيقه ان جوه في ولعه. بطنه هتفرقع من كتر الانجر. خلاص عينيها تحمر بقى. بالظبط كده. ولكن وشه الضحك قد كده علشان الدنيا تفضل بسلام. يا راجل كده حلو. اوكي. ولكن الحقيقه جوه ايه؟ في ولعه. من في بقى تايب 8 ده بيحب يسيطر، ما يحبش الامور تفلت من ايده. فعايز كل حاجه تبقى تحت سيطرته. هو لازم بقى كل واحد يبقى واحد من دول. طب افرض انا بجمع ما بين اخر 2 تايبس، يعني انا من الناس اللي انا ممكن ابقى بتفرتك من جوايا بس بحب ان انا اسيطر. الحقيقه ان احنا فينا ال9، لكن في حد هو اللي سايق. طب وده ما تختلفش باختلاف النمط الحياتي اللي انا عايشه، يعني في الشغل زي الاسره زي مثلا حياتي الشخصيه؟ لا، بيفضل الانجر هو اللي سايق. ثانيه واحده معايا. انا في الشغل بظهر بشكل، فممكن انا في الشغل ببقى الطيب الوسطاني ده. بس مش عايز الامور تفلت من ايدي برضه، عشان بدير مجموعه من الناس، فبعمل فيها سعيد وحلو وبتاع، بس بقعد الم الدنيا وافكر ان انا كده. على فكره انا بحكي لك شخصيتي الحقيقيه، يعني الناس اصحابي اللي بيسمعوني اللي هم ما فيش غيرهم بيسمعونا في البودكاست يعني عارفين. تمام. عارفين كده عن اوكي. اللي بيظهر شخصيه غير شخصيته ده وجواه الانجر الفظيع، بس في اغلب الاوقات بيهدي الدنيا عشان السلام. عشان تحس بالسلام. ده تايب 9. ده تايب 9. طب ده بتفلت منه بقى حلو يعني ما نعرفش نلمه. طب حلو. ولما بيزعل الراجل ده تلاقيه بقى عارف اللي بيكسروا التسريحه والمرايات انت فكرتيني بمشهد من فيلم جميل جدا للعبقري محمود عبد العزيز. ايوه ده تايب 9 اللي دخل لطش كل الناس. لا مش ده والله. لا ده مش ده المشهد ده. شفت انت توقعتي ما يقال. الصمت يا فندم. الصمت الانصات يا فندم. تمام.
الفيلم كان هو يعني رايح، كان فيه مع ميرفت امين، كان المفروض يروح يوسف شعبان في مستشفى المجانين. ده بتاع الدنيا على جناح. ما اعرفش والله اسمه ايه، بس المشهد ده عجبني جدا ان هو ما رضاش يخش في مستشفى المجانين. قولي لي ليه؟ قال له لان انا خايف اخش الساده الدكاتره جوه يشوفوا في ايه، انا حاجه ذات نفسي ما شفتهاش في نفسي. فانت دلوقتي عماله تعملي معايا كده، ما انا بخاف من قعدات الله يفوت. طب هقول لك خليني اشتغل عليا. لا سيبك، خليك انت في حاجه. والله ايوه انت كده ايه بدانا اهو. شفت انا بخاف منكم المصحف. اوكي هنتكلم على تايب 2 النمط المعطاء. تمام. هو اسمه الهيلبر، المساعد. هو كل حياته بيساعد الناس، عايش حياته كلها اللي في جيبه مش ليه ولا فلوس ولا اي. بص انت عايز ايه هعمل لك قرد واعمل. حضرتك شوف انت بتقعدي فين تشربي قهوه بره عشان نبقى نيجي نقعد معاكي. تمام. بعد يجي وقت بقى من الزمان تلاقي بقى عمل حاجه كبيره قوي، الحاجه دي ما تفضلش، السادنس يركبوا بقى. لا استني والله ما فهمت. استنى عشان افسر للناس. يعني تايب 2 ده الراجل اللي هو بيدي بلا حدود. خد يابا، عايز 5 خد 6 7 نخليها ما ينفديش بقى. ايه اللي بيحصل بقى معاه؟ حاجه لا تطاق توصل كده. احنا دايما تصرفاتنا بنبقى منتظرين شعور معين نحسه من اللي قدامه. تمام. التقدير يعني هو ملقاش التقدير، محتاج حب. بيبقى محتاج ان حب دايما يحس كده ان حواليه اصحاب، ولاده بيحبوه قوي كده. يعني انت من الناس لما بتعملي في يعني لايف كوتش او بتعملي حد بتساعدي الناس، بتحبي الناس برضو تقدرك تقولك الله عليك. ده طلع ده الاساس ان انا بحب اعمل كوتشنج، لان اللي بيطلع وحياته بتتغير ويبقى سعيد بيبقى ممتن لي وبيحبني. يعني انت بتلمسي السعاده في وش الناس جدا. انا اول ما عملت كوتشنج ده، مع اننا كنا يعني الكورسات بتاعه الكوتشنج دي غاليه، ففي الاول كنت بعمل ببلاش 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 ببلاش، وبعدين بقى لما درست الانياجرام ده عرفت انا كنت بعمل ببلاش ليه. انا ابتسامه الكلاينت بس كده وهو سعيد ان ده حصل، دي بتخليني في السماء. يعني انت بس شويه سعاده وتقدير، خلاص دي الفلوس بتاعتك. خلاص طيروني. طبعا انت كده الشخص ده يبقى صعب التعامل في الفلوس خالص بقى. صعب في كل حاجه، ما بتحوشوش بقى ولا حوشنا. لا بس احنا اتعلمنا بقى، مش طورنا نفسنا. ايوه امال ايه احنا طورنا نفسنا وعرفنا وعرفنا اخطائنا بقى. ان المرض القلبي اللي عند تايب 2 ان هو يبقى معتمد على حبه من عين اللي قدامه، لكن هو المفروض يحب نفسه ويبقى الحاجه اللي بيديها بدون مقابل ولا حتى حب، ويبقى الحاجه اللي بيديها لله فقط. طب ما كده تايب 2 كده ماشي ضد مبدأ فقد الشيء لا يعطيه. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي انا راجل المفروض احب نفسي الاول واخدم وارتب على نفسي عشان ارتب على اللي حواليا. ما هو ده الصح اللي انا بقى برتب على حواليا الاول وما برتبش على نفسي، فانا عندي مشكله في فقد الشيء لا يعطيه. ساعتها يعني بيحصل لك دروب بقى. بيحصل دروب كبير نفسي، وما تبقاش فاهم ليه. يعني انت تبقى عماله زي اللي هو عنده كانسر، ولا يعني ربنا يبعد عن السامعين الحته دي، والبيكبر يكبر جواه وهو مش حاسس وماشي عادي في حياته وماشي عادي ومش عارف الغلطه في ايه، ده الناس وحشه، وتلاقي جواك وجع بقى. يعني انا مريت بازمه يعني كانت مع حد ان انا راقده في السرير مش قادره اتحرك ومش عارفه اعالج الموضوع ومش عارفه طب الصح ان انا اعمل ايه. انت بقى رحتي اللايف كوتش ولا دخلتي في الكورس؟ هو انا لما دخلت موضوع الكوتشنج ده فهمت بقى حاجات قديمه. حلو. انت عملت ايه عشان الحته دي حته مهمه. يعني انت دلوقتي كنت عندك مشكله دخلتي في الكوتشنج بقى، ولا رحتي لحد وجهك وعملت ايه؟ لا انا ما رحتش لحد وجهني، بس انا بقيت عارفه ان انا ازاي ابسط نفسي. فمن ضمن الحاجات اللي ببسط نفسي فيها ان انا اتعلم. يعني انا لو قلت لك انا اتعلمت ايه من انا خريجه 2000 من 2000 لغايه دلوقتي هتلاقيني اتعلمت حاجات كتير قوي قوي قوي. أيوة. فمن ضمن الحاجات اللي انا كنت داخله اتعلمها الكوتشنج، وكنت داخلاه بالصدفه والازمه دي نقلتني